ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ فاكرين كنت عملت فيديو من فتره ان بدايه نهايه الازمه بتاعت سوق العربيات والازمه الحاليه اللي موجود بيمر بيها الاقتصاد المصري عامه. النهارده مصر خدت خطوه مهمه جدا جدا جدا، دي هتساعد كتير ان هي تنقل الازمه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الخطوه دي بكل بساطه ان احنا الحمد لله دخلنا رسمي في البريكس او تحالف البريكس. 1/1/2024 هيبقى دخول مصر رسمي، هي ومعاها كذا دولة زي السعودية والإمارات في اتحاد البريكس. كل الكلام ده هنتكلم عليه في الفيديو ده، وهنعرف يعني ايه اتحاد البريكس ومصر دخلت فيه، ده هيأثر على سوق السيارات ازاي، وده هيحسن وضع الاقتصاد المصري ازاي، والأزمة دي كده يعني ممكن تاخد وقت قد ايه، وندردش مع بعض شوية. كل ده بعد الفصل. ايه هو اتحاد البريكس ده عامة؟ اتحاد البريكس ده بدأت المفاوضات او الفكر ان هو يتنشئ اصلا في عام 2006 ودخل حيز التنفيذ فعلا في عام 2009. وكان فيه كذا دولة زي روسيا والهند والصين والبرازيل، وده بيتاخد اول حرف من كل اسم فيهم وبتاخد تعمل كلمة البريكس في الاخر. جنوب افريقيا اول مرة فتح فيها اضافة دول للبريكس في عام 2010، بعدها بسنة بالظبط دخل جنوب افريقيا، ومن ساعتها من 2010 لغاية 2024 او 2023 احنا فيها دي ما دخلتش اي دولة في تحالف البريكس. في 2024 الحمد لله جهود الحكومة المصرية والمفاوضات قدرنا نخش رسمي في تحالف البريكس. و1/1/2024 يبقى أول دخول مصري رسمي تحالف البريكس. مصر ما دخلتش لوحدها، مصر دخل معاها السعودية، الإمارات، الأرجنتين، أثيوبيا وإيران. كل دول دخلوا مرة واحدة. هيبدأ يتفعل الكلام ده من 1/1/2024. لوحدها الدول دي ربع الناتج الإجمالي المحلي. هنتكلم في الهند، تعتبر بتنافس الصين أصلا من أقوى الاقتصادات في العالم. الصين طبعا حدث ولا حرج. بنتكلم في السعودية، بنتكلم في الإمارات، دول كويسة ودول ثقيلة واحنا داخلين معاهم. يعني إيه بقى البريكس أو بنك البريكس؟ البريكس ده منظومة بتخليك تبادل السلع عامة بالعملة المحلية بتاعتك. يعني إيه؟ أنت مثلا الدولار عندك دلوقتي في البنك ب 30 جنيه و90 قرش. عايز تستورد مثلا وليكن من الصين لعب اطفال، الشحنه دي وليكن مثلا ب 10000 دولار. الصين مش هتاخد منك الفلوس بالدولار، الصين هتاخد منك الفلوس بالعمله المحليه بتاعتك. هو ده اتفاق البريكس، تبادل العملات اللي داخلين جوه اتحاد البريكس بالعمله المحليه بتاعتهم. فالصين هتاخد منك مثلا تقريبا 300000 جنيه مقابل ان هي تبعت لك شحن الاطفال. انت كده خففت الضغط جامد جدا جدا على احتياجك للدولار. اغلب الدول اللي احنا بنتكلم عليها دي لها تعاملات اقتصاديه معاها. يعني انت مثلا بتتكلم مع ناس الصين، تقريبا ما بيشوفش يشوف كميه السلع الصيني وكميه العربيات وكميه كل حاجه من الصين. الهند بنتكلم بقى على عربيات سوزوكي وغيرها. الدول دي كلها لما تخش معاك في التحالف ده، انت لما تحب تشتري عربيات من الصين، وليكن بقى مثلا عربيات كهرباء، وليكن عربيات صيني بقى كل الموديلات بقى اللي موجوده، البي واي دي والشيري وكل العربيات دي هتجيبها بالعمله المحليه بتاعتك. قطع الغيار تقريبا 90% من قطع الغيار الموجوده في مصر مستورده من الصين. كاوتشات. فانت كده خففت ضغط كبير جدا 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 من احتياجك للعمله الدولاريه عشان تجيب بيها الكلام ده. الفائض عندك في الدولار بقى ممكن توجهه في احتياجات ان انت تجيب حاجات من دول اوروبا. تمام، حاجات بقى مستلزمات انتاج، حاجات داخله في الدواء، حاجات تانية للدول اللي داخله في البريكس. ومع ان الاتحاد ده يكبر ممكن يشوف فيه دول اكتر تخش بيه. ده هيضعف الدولار شويه، وزي ما قلت لكم هيخليك ما تحتاجش للدولار بشكل قوي في المعاملات التجاريه بتاعتك بينك وبين الدول التانية. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 1/1/2024 مصر رسمي هتخش في التحالف ده. وكويس ان القياده السياسيه في مصر بتحاول تشوف كذا شريك في كذا دوله، بتحاول تدور على مصلحتها، بتحاول تحل الازمه بكذا فكره. احنا كده بدانا نخرج من تحكم الدولار وسيطرته. الدول دي لما تيجي عندنا مصر عدد السياح ليها هيكبر. تدخين السياح بالعمله بتاعتهم، وانت محتاج العمله بتاعتهم اصلا عشان محتاجها عندك في التداول. فكده كده يبقى عندك غطاء نقدي من اكتر من دوله، والدول دي كلها هيبقى الاقتصاد فيها هيبقى قوي جدا. انت بتتكلم في 40% من سكان العالم، بتتكلم في ربع الناتج المحلي، بتتكلم في دول اصلا
تقريبا اغلب الحاجات دي انت بتستوردها منهم. فلما تستخدم العمله المحليه بتاعتك وانت تجيب الحاجات دي من بره، انت كده خففت الدولار عندك او الضغط على الدولار بشكل كبير جدا. ان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله الازمه فعلا هتبدا تفك في 2024، على منتصف 2024 اخر 2024 الازمه تبدا تفك ويبدا يرجع تاني استقرار ان شاء الله في السوق. وده الخبر اللي كنت عايز اقوله لكم النهارده، واشوفكم في خبر جاي ان شاء الله. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.